أهلا وسهلا بك سيدي الفاضل. من هو السيد زازا الأخضر؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أرحب بك أخي بدران حكيم وأعرف بنفسي. فأول المسائل هي أنني أستاذ التعليم العالي في القانون الدولي، وهذا تخصص يعني نقول عنه أنه نوعا ما نادر. حاليا أنا أشغل مدير مخبر أبحاث القانون والعلوم السياسية. هناك يعني فيما يتعلق بمهام أخرى شغلت محكم دولي، ولا أزال عضويتي في عدة محاكم، منها محاكم في الشرق الأوسط هي CCA، ومحكمة لندن لتسوية النزاعات المنازعات الدولية، ومحكمة بروكسل للتحكيم. اضطرت وشاركت في العديد من الملتقيات الدولية والمحافل. أذكر أهمها مثلا على الصعيد الدولي مؤتمر معهد القيادة الدولي التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بموضوع الحكم الراشد والديمقراطية في البلدان العربية. ما هو الشيء الذي دفع البروفيسور زازا أن يدخل غمار الاستحقاقات المقبلة 12 جوان المقبل؟ دفعني حقيقة هو أنني أريد أن أوظف ما أعطاني الله تعالى من معارف ومكتسبات علمية وطاقات وقدرات لخدمة الشعب الأغواطي. يعني صراحة يعني كما يقولوها بالدارجة مسألة يوفية. فمش أنا نحمل العلم وقادر نغير وقادر يعني أفجر البرلمان ونقعد أنا مكتوف الأيدي أتفرج على أبناء جلدتي وهم على ما هم عليه من البؤس والضيم. فعلى الأقل لا أريد أن أسأل يوم القيامة لماذا لم تفعل شيئا وأنت بإمكانك أن تفعل شيء. البرلمان مؤسسة دستورية عضوية هامة، إلى يعني تسير جنبا إلى جنب مع باقي السلطتين وهي التنفيذية والقضائية. هذه المؤسسة التشريعية لها من الجسامة والأهمية ما يجعلها هي التي ترسم مستقبل الأمة، حاضرها ومستقبلها، من خلال ما تسنه من تشريعات. فليس من العبث أن يمثلنا أي شخص. وهذه المهمة يعني مهمة النائب جسيمة. على النائب أن يناقش القانون ويمحص نصوصه. يجب عليه أن يرى جميع ثغراته، لا أن يرفع يده وينزلها. الذي يصنع القوانين في الغالب ليسوا هم النواب، مع أن هذه هي مهمتهم الأولى، ولكن الحكومة تضع العديد من النصوص وتقدمها للبرلمان ليناقشها. فمن الذي يعني يناقش صراحة؟ ضف إلى ذلك هناك العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي تدخل فيها الدولة ويقدمها البرلمان بعد أن يناقشها ثم يعرضها على رئيس الجمهورية لكي يصدق عليها. فمن الذي له القدرة في أن يناقش هذا الأمر؟ نكذب على أنفسنا، الفساد عم، الفساد عم، والولاية منكوبة، ونحن نتقدم إلى الوراء. فأين هؤلاء؟ هل استطاع أحد مثلا أن يحقق في موضوع السكنات أو قطع الأراضي حتى يعني نفجر الشعب فيقف في الشارع ويندد؟ لم نسمع بأحد من النواب السابقين. ولهذا على النائب أن يكون ذا كفاءة وذا قدرة. فمثلا في مساءلات للوزير، الوزارات ليست بالسهلة. إذا كان وزير، وخاصة إذا كان يتعلق في موضوع ذو تقنية معينة أو يعني تكون اللغة بالفرنسية أو في يعني من هذا القبيل، من هو النائب الذي يستطيع أن يواجه وزير؟ من الذي يستطيع؟ لما أتكلم على نفسي أنا لا أتوانى دقيقة واحدة، بل العكس، فقد مثلت الجزائر في مؤتمرات دولية في مواضيع ساخنة، وكنا أمام رجال وخبراء دوليين مصريين وأتراك وحتى أمريكيين. فلهذا ليس البرلمان ليكون يعني مسألة بالنسبة إلي الشيء الكثير، كلا نحن قادرون على البرلمان وعلى ما هو أكثر من البرلمان. يعني نقولها كما يقول المثل، فاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء يعني كيف نطالب أن إنسان يعتقد أن البرلمان مثل البلدية، يعتقد أن البرلمان مثل البلدية ويجيب المشاريع ويجيب كذا. البرلمان ليس جهازا تنفيذيا عنده يعني ميزانية الدولة ويحطها ويجيب ذاك المشروع. لا نكذب على الناس، لا نخون الناس، لا نخادع الناس. حصلنا في توزيع الأراضي طوابير أمام مديرية التشغيل في سبيل أنه يدخلهم الخدمة ورانا رايحين. ألم يكن لأحد ما من النواب السابقين أن يتكلموا على هذه النقاط، بل ويضرب الطاولة
ويستدعي الوزير، نهبطوا هنا نهبطوا هنا، يجي يشوف كاس كي سباس او نيفو دو لاكوات. لازم تكون الكفاءة في النواب وقوة في الأداء وفعالية في التغيير. عندما أسائل وزيرا أسائله بالمعرفة لا بضرب الطاولة. عندما تقدم الأرقام أمامنا في ميزانية الدولة سنكون على علم ويقين ما هي ميزانية الدولة، وهذا يعني يجب أن نتكلم فيها بالدلائل والأرقام. ويجب أيضا على النائب أن يكون على دراية ليس فقط في القانون، حتى في موضوع الاقتصاد والتجارة والمحروقات والسياحة في كل مجال. سيد زازا، هل تؤمن بمنطق العروشية؟ هذا السؤال في الحقيقة والله كنت يعني ربما هو أخوف ما أخاف عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أبلغ العرب إلا أنني من قريش. أما أن يعني تتدخل في الانتخابات العروشية فهذا مقت، لأنه ربما الأغلبية تاع العروشية يخرجوا واحد ليس يعني كفءا ونقعدوا احنا نتفرجوا، ما تقدر دير حتى حية. ومن بعد يرفع تنظر واش نديروا تنظر يعني 5 سنوات جاية، باسكو على هذا ابن عمنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اتركوها إنها نتنة. ما يهمني بالدرجة الأولى هو موضوع الشغل. هذا الشباب الأغواطي يعني ضائع في موضوع الشغل، وإحنا نتكلموا من باب حقوق الإنسان ولا ندرس حقوق الإنسان، يعني حق الفرد وراه. شاب يعني ترى في مقتبل العمر، وكان الناس حتى وصلت ل40 ليس لديها لا شغل ولا سكن ولا راتب شهري ولا يستطيع حتى الزواج. ولماذا؟ يعني علاه ما كانش الأموال؟ كاين الأموال كثير، ولكن سوء التصرف. وما نتهم حتى يعني نقول روحوا بعيد، ولكن هناك مساوئ في التصرفات في الإدارة. فالإنسان يعني يقدر يتدخل يعني بورودريسي كما يقولوا احنا عمل الإدارة على الأقل. ولا موضوع السكن الاجتماعي وموضوع الأراضي اللي مازال عالق إلى حد الساعة. عجزت كل الهيئات التي قامت بمسك هذا الملف، مازال ما عملتش. هناك ملفات أيضا يعني العقار الفلاحي اللي مازال يعني بين المشاع وبين الأراضي العرشية ومتكاتلين ومازال متقاتلين وكذا، نحاولوا يعني على الأقل اكزاكتومون. دونك انا ما نقدرش نقول لك يعني البرنامج ككل، لانه برنامج طويل عريض، ولكن نختصر فقط. عندنا اهتمامات بالصحه، كما شفتوا كورونا وش صار يعني على مستشفياتنا هنا. كاين مستشفيات يعني غريب في الامر اني واحد يعني مثلا في بلديه نائيه يعني 3000 عوله هكذاك، ومن بعد يهبطوه ما يلقاوش لومبيلونس ويموت بيتمون. اسكو سي فوزابل هذه في ولايه يعني حسبوها راه بارمي لي ولايات الكبار. كلمة أخيرة بروفيسور زازا الأخضر إذا تكرمت. أنا شخصيا عندي إمكانيات أني أغادر الجزائر لأسكن في كبرى العواصم، وخاصة في مجال التحكيم الدولي. ولكن أنا مثل ما يقول الشاعر، يعني من حبي لهذه المدينة كما يقول الشاعر: ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يعني ما نقدرش نغادر الأقواط، ولا يعني حتى الناس يستغربوا فيا حنيني لهذه المنطقة. فأنا أحب الأقواط، ما نقدرش نتخلص منها، عقدة عندي يعني لازمني نقعد فيها ونشتهيها وعندي النفع لها. فأقول للشعب الأغواطي يعني من شماله إلى جنوبه: انتبهوا، ليس كل ما يلمع ذهبا، اختاروا الكفاءات. سكوتكم ومكوثكم في بلدياتكم لن يغني عن الأمر شيئا. فالبرلمان سيسير، وبالتالي سيأتي من يشغل مكاني إن أنتم سكتتم. إن كنتم تريدون الكفاءة وتريدون التمثيل القوي والقدرات الفائقة، ولا أزكي لا أزكي على الله أحدا، فها أنا أضع بين أيديكم ما أعطاني الله من فضل العلم والمعرفة. فإن تقاعستم ولم تقدموا شيئا فتأكدوا أننا سنعود إلى الوراء، ونفس البرلمان سيتشكل من جديد بالنسبة لولاية الأغواط، وسنتحصر لمدة 5 سنوات قادمة. الفجر الجديد رقم 27 رائد وقوي وفعال، كفاءة وقوة وفعالية وأداء. فلا أقول المنقذ، ولكنه من بين المنقذين. متابعينا عبر صفحة وقناة وموقع الأغواط نيوز، أكيد في انتظار يعني تحديد موعد لاحق مع مترشح آخر. كانت هذه دردشة حول البرنامج الانتخابي للسيد زازا ومن معه. تحية من الأعماق، كان معكم حكيم بدران، الأغواط نيوز.